بسم الله رب الغلام. تعال لك سولدر، انت وين جريت لك؟ يا معودين شوية وياي، هسه اشرح لكم كل شيء، راح امل دينكم يابا، بس شوية وياي، بس شوية هسه يا معودين. ليش تركت القناة سنة كاملة؟ والله هو شوف انت من عند خالي، السبب جدا بسيط طبعا، ما انت عامل انا السبب يعني ببساطة يعني رائع. الفترة كلش طويلة من حياتي، يعني تقريبا يمكن هيك فت 5 سنوات، كنت احس بانه الكتابة والصور البعيدة كلش صعب علي اروح اشوفها، وكلش صعب اركز عليها. يعني حتى قبل ما ادخل الكلية، ايام ما كنت انا قاعد بالمدرسة، متخيل ايام المدرسة، يعني كنت اشوف انا على السبورة واشوف هيك الحكي اللي بالسبورة ما اقدر اروح اقرا، صعب يروح يقرا عمي، صعب يروح يقرا هذا الحكي، شو اسوي؟ وهيك اشوف هيك على بلار، هيك عليه غواش، هيك ما ادري الضباب هيك على هذا مالت الحكي. بس شنو كنت انا مالت هناك سلتور الصمطوري، انا ما كنت انا ذاك الوقت سلتور الصمطوري. يا ترى شنو سلتور الصمطوري؟ ما ينتبه على الاستاذ وهو قاعد راح يشرح، ما منتبه على سبوره. بس من طبيت للكليه، والكليه الشقه ما تعد الكليه، والقاعه اللي حرفيا طولها بطول سور الصين العظيم، حرفيا انت قاعد بشرق الارض، انت قاعد وجهك المحاضره هناك قاعد على غرب ادري شو صار ابات يا عمي كابتن ماكو. بهذا الوقت بديت احس انه اكو مشكله اكو عملنا، كل الكتابه مو واضحه، الحكي البعيد ما قاعد اقدر اقراه، صعب جدا اروح اقراه، عمي شنو هالغواشه ما عملنا. هالشي يخلي التركيز بالمحاضره شبه مستحيل، لانه تقدر تروح طباعه، يلا روح اقرا، اذا تسمع بيك خير يلا روح تقرا، يلا تقدر تقرا، يلا عاشت ايدك، سوي المكتوبه ما تنهى عبد القراءه تمام. شنو يعني بكل الاحوال الدكتور قاعد يشرح من ورا خشمه، والمحاضره انت ما تقدر تروح تباوعها، فايش لازم نروح نسوي احنا بالضبط، ما تنتبه، زي اذا ما انتبهت راح يصير تعب بيك، ما تقدر تروح تفتي ولا اي شيء لمده 3 سنوات بالكليه. 3 سنوات على بالي هالشيء طبيعي، كل البشر يجي يشوفون يلا هنا الدنيا انا مغوش هاماتيا. مرات وانا قاعد ويا اهلي قاعدين نتعشى، قاعدين انا على الميز، فاتحين احنا هناك احنا بعد التلفزيون هناك بعد بالصالون، هنا احنا قاعدين نروح ناكل. اكو مسافه، اكو كتابه كبيره واكو كتابه صغيره. الكتابه الكبيره بطلع الروح هيك لازم اروح اركز، مكتوب اشترك. بس اكو كتابه صغيره، الكتابه الصغيره مستحيل اقدر اقراها، مستحيل، ماكو، لا تحاول اتهاماتيا. زين هسه انا شو بديت احس بهذا الشيء؟ بيوم من الايام قبل 2 شهرين كنت قاعد ويا صاحبي بالكليه، هو ويا صاحبه هو هماتيا، فهذا صاحبه يعني عادي وياه، بس يعني نادر اروح اسولف انا وياه. الحج هذا يلبس نظارات، وقلت له كابتن اديني نظاراتك، وهو مباشر راح وطاني نظاراته هاماتين. كلكم تعرفون هالحركه، تريد تلبس انت نظاره غيرك بس هيك بالفضول، تقول له كابتن هل ممكن تعطيني نظارتك؟ وراح يقول لك تمام هذه إلك نظارتي هي جميل، وتروح تلبسها، واكيد المنظور تحت راح يطلع لك منظور سليتر الصغير تحت تاثير المارجوانا. بس شنو اللي صار؟ لبس نظارته وصار شيء غريب، الدنيا واضحه، الدنيا كانت 144 بكسل تحولت الى 4K @gmail.com، ما تعرف 4K، يا ريت لو اي 4K ما تبى الدنيا، الرؤيه صارت واضحه، صرت اقدر اشوف الكتابات البعيده، صرت اقدر اشوف انا مثلا التفاصيل اللي انا ما قاعد اقدر اباوعها. اول مره بحياتي راح اعرف انه البني ادم ممكن يقدر يباوع كل هذين المناظر. فاجيت انا سالت الولد، اقول لك انت درجه النظاره مالتك ايش قد؟ قال لي درجه النظاره مالتي -2، ووقتها عرفت انه انا احتاج نظاره. يعني سولتر، يعني انت اعمى؟ كابتن قول اسم الله. أنا عندي قصر نظر، shortness of sight، أو الاسم الطبي مايوبيا. بنفس اليوم يلي عرفت إنه أنا عندي قصر نظر، أول شيء راح سويته إنه أنا رحت للوالد قلت له بابا أنا بوم. طبعا الوالد قبلها أكثر من مرة أقول له البصر مالتي أحس بيه مشكلة، ما أقدر أكد الموضوع إنه أنا عندي مشكلة، بس شيء مو طبيعي أكو. وأني أغلب وقتي أقضيه على الشاشة، إما أدرس على الشاشة، إما ألعب على الشاشة، إما أتفرج على الشاشة، وإذا أنا ما قاعد أنا على الشاشة تلقاني قاعد أسوي في الشغلة قريبة علي، مثلا قاعد أطبخ، شاب الطبخ هنا أنا عين على في الشغلة أنا قريبة، كل الأشياء اللي أنا قاعد أسويها قريبة، ومو قاعد أشوف المسافات بعيدة، مسافات قريبة جدا يعني أقل من متر واحد عني. الوالد يومها كان مشغول فقال لي على خير يوم، وهم ظلينا نجرجر
لحد ما صارت 5 أيام. 5 أيام. وانا اريد افحص نفسي، فلانه احنا تاخرنا رحت سالت الوالد قلت له بابا خلينا نروح افحص نفسي بنفسي. فهو راح قال لي المستشفى يلي حرفيا لازقه بالكليه مالي بيها مركز مال فحص بصر. فاوكي فقلت يلا اوكي خل اروح لهم من اكمل الدوام. كملت الدوام ساعه 2 الظهر. اوكي يلا خل اروح لهم. السلام عليكم يلا معزلين ساعه بالوحده. بس قل لي من يعزل ساعة 1 الظهر؟ بس ما تقول لي قبلها بيوم صاحبي قال لي عن مستشفى تسوي فحوص مال العيون، فهو قال لي مستشفى بنزون بن ابي سعدون. فاوكي مستشفى بنزون بن ابي سعدون يلا خل نروح لها. مكان ولا اي مرة رايح له بحياتي يعني. فاني رحت جبت التلال والقفار ودنيا الصبار ومررت بسعد ابن ابي وقار. ووصلت إلها حرفيا مكان ولا اي مرة رايح له بحياتي. من وصلت إلها سألت الاستعلامات عمو فحص العيون وين؟ قال لي ماكو فحص مال العيون. ها زين صاحبي قال لي هالمستشفى بها فحص مال العيون. قال لي هذه مستشفى بنزون ابن ابي ممنون مو بنزون ابن ابي سعدون. سلم لي. طلع صاحبي غلطان باسم المستشفى لأنه هنا تقريبا نفس الاسم. ومن جديد جبت البحار والقفاري والسلول والتلال والأوادي. وصلت للمستشفى. اوكي رحت ابو الاستعلامات قلت له عمو اريد افحص النظر مالي. وصلت لهم ساعة 3 العصر. هم يعزلون 3 العصر هم. قال لي احنا نعزل العيون ساعة 1:30 الظهر. بس انا اعرف بس في الشغله واحده دكاتره العيون يعني انتوا شنو انتوا يعني انتوا اعلى مقاما انتوا من عندنا. هو الدوام يخلص بالعراق ساعه ب2 انتم مخلصين الدوام ساعه بالوحده. شنو يعني ساعه بالوحده خلاص بعد طالعين ورايحين وواصلين بعد لبيوتهم وكل شيء يعني دوام من ساعه 9 لحد ساعه بالوحده. بس ما تقول لي شنو هو وخلاص. هاي بعد سلمت امري لله ورجعت للبيت. وقتها اهلي ظلوا يدقون علي لان انا تاخرت ساعه 3 العصر صارت. ومن رجعت للبيت ظليت افضفض لهم واني وطلعت وسقت وجبت المحيطه والسخيطه الوالد شنوش قال لي؟ قال لي ليش انت هيك سويت بنفسك؟ ليش انت هلقت تعبت روحك؟ اليوم هسه احنا بالليل نروح العياده فحص عيون وها هي بعد لا تخاف. وصدق بالليل وهو بالشغل خابرني قال لي نروح نلتقي سويه بمكان قريب من موقع شغله. وصدق رحنا وتقابلنا ودانا العياده. الدكتور عرف عندنا فد معرفه احنا وياها. وصدق فحصت عيني وشافت الدرجه مالتها ودرجه عيني طلعت سالب 0.75 يعني سالب 3/4 درجة. حاليا اللي يلبسون النظارات قاعدين يموتون من الضحك هسه لأن هذه درجة جدا قليلة جدا قليلة. الوالد أيضا همتين فحص عينه وطلع أيضا يحتاج نظارة. أني عندي قصر بالنظر وهو عنده بعد بالنظر عكس الحالة مالتي وأيضا درجته ضعيفة. بعد النظر بعمره يعتبر طبيعي لأن الإنسان كل ما يتقدم عمره يصير عنده بعد نظر. رحنا أني وهو وردنا نروح نفصل لنا نظارة العيني. العيادة بداخل محل عوينات أو محل نظارات طبية. العمال هناك حرفيا شوية ويبوسون إيدك يقول لك بليز بليز بستا أريدك تشتري فريمات النظارات مالات بليز. صدق أنا ما سولفتني في الشغلة. أنا ألبس نظارة من أكثر من 8 سنوات. صوتك شنو قاعد قشورت علينا؟ مو هسه قاعد تقول شخصيت وبدأت تلبس نظارات؟ كابتن هذه نظارة حماية من الشاشة مو نظارة تصحيح بصر. هاي أخير 8 سنوات. نظارة تمنع الأشعة الزرقاء بس درجتها 0. نظارتي الحالية بها درجة 3/4. فأنا ألبس نظارات من 8 سنوات وهذه النظارة اللي حاليا أنا قاعد ألبسها حرفيا ألبسها من 7 سنوات. بس الفرق أنه أنا غيرت العدسة. فهالفريم يلي حرفيا انقرض بقى من السوق كلش تعودت عليه وكلش مرتاح عليه. فمن اجوا العمال المحل وبدأ ينطوني فريمات جديدة. حرفيا أول فريم راح انطوني اياه كان أقبح فريم شفته بحياتي. لعبان نفس عبارة عن فريم معدني وبيه شكل سداسي للعدسة مالته. كابتن ايش لعبان النفس هذا؟ ايش لعبان النفس؟ ابدا ما ضبط على وجهي هذا. قلت له لا ابد كلش مو حلو هذا. الفريم اللي بعده اكثر فريم جينيريك بالعالم. فريم مربع وهيك مستطيل مربع خلاص هاي نفس اللي بالصورة. هذا فريم قاسي فريم قوي مو مريح ابدا مقارنة بالفريم الحالي. حاولوا يقنعوني اشتري فريماتهم وطبعا بطريقة التسويق الاسطورية اللي ماكو مثلها. ترى فريم نظارتك قديم ولازم تجدد
صراحة ما اريد اجدده. انا هذا مرتاح وياه، ما اريد ابدل في الشغله، انا مرتاح وياها. اني اذا واحد منكم يلبس نفس هذني النظارات ومرتاح وياهن فعادي، يعني ممكن شكل وجهك غير، شكل راسك غير، يمكن تحب تهذن الستايلات، بس انا بالنسبه لي ما مرتاح ابدا وياهن. وبالنسبه لي انا جدا مرتاح ويا فريم النظاره هذا. فقلت للي يشتغلون خلاص اريد نفس الفريم مالتي مال هاي النظاره وتحطون انتوا عليه عدسه. فهم قالوا لي اوكي، وصدق رحنا واختارينا انا وابويا نوعيه عدسه، وقالوا لي راح تخلص النظاره بعد يومين. بعد يومين جيت رحت خبرتهم وقلت لهم خلصت النظاره، وراح قالوا لي خلصت النظاره. يومها كان احنا عندنا عزيمه انا والوالد، فاول شيء رحنا سويناه من احنا طلعنا انه احنا رحنا للمحل واخذنا النظاره ودفعنا احنا السعر مالتها. بعدها رحنا للعزيمه والوضع طبيعي. انا متعود على هذا الفريم من 7 سنوات، وعادي مرات يعني اطلع للناس انا لابس هذا الفريم، مرات انا ما لابسه، فاحنا ما كان فشي يعني بالنسبه لي فشي جديد. هي بس انه العدسه بس راح تغيرتها، النظاره هي نفسيتي. اول مره حطيت النظاره حرفيا اول مره اشوف الدنيا بهذا الوضوح، حرفيا الاشياء البعيده صرت اشوفها 4K بدل ما انه كانت عباره عن 3 بكسلات تتعركها على المركز الرابع. وبعد هاليومين كل شويه حط النظاره انزع النظاره، حط النظاره انزع النظاره، حط النظاره انزع النظاره، حط النظاره. يعني الاشجار اللي قدامي قبل انا نازع النظاره شو اشوف شجره، احط النظاره ابدي اشوف الاوراق مالت الشجره. هذا شيء ما اشتري انا اشوفه بشكل طبيعي. يعني اروح انا اشوف قدامي يعني بنايه، انزع النظاره اوكي بنايه وطبيعيه وجميله، ها احط النظاره اشوفه بطابوق، اشوفه بلوكات، اشوف شيء جديد انا راح اشوفه. وين كان هذا؟ ما كنت اشوفه انا هذا الشيء انا قبل، كنت اشوفه وين قدامي بس بنايه، شيء هيك ممل. هسه انا قاعد اشوف تفاصيل، قاعد اشوف هواي تفاصيل زعلان مننا. فرق شاسع، يعني حرفيا صرت اشوف الدنيا بوضوح مو طبيعي، مع انه مجرد 3/4 درجه. والله الله يساعد الناس اللي عندهم درجات اعلى من مالتي، يعني اكفى الناس عندهم درجتين 3 درجات 4 درجات، يعني اذا هي بس مجرد 3/4 درجه سويت لي هذه الفرحه وهذا الفرق اللي صار وراها بحياتي، لدرجه انه انا رجعت من قبري وراح سويت لي مقطع لعد ال4 درجات ايش قد الفرق مالتهم. يعني بابا يعني انا النظر سنتوري سوليتر انت حرفيا عينك عين صقر 6/6، تقدر تشوف الاشياء من بعيد كلش. بابا انا مو لهالدرجه نظري زين. مو لهالدرجه زي شنو هذاك الشيء يلي على بعد 100 كيلو منا؟ بابا هذا ماريجوانا. وش مدريك؟ بابا هاي ماتي ذمتها هناك وراح ابيها بعد. تعال من مكاني.